السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي متابعيني في أي مكان، برحب بكم ووجودكم على راسي من فوق. برحب بالمشتركين الجداد، أهلا وسهلا بكم، شرفتونا ونورتوني. ووجودكم على راسي من فوق وشرف ليا طبعا متابعتكم ليا والقناة المتواضعة اللي هتكبر أكتر وأكتر بكم بإذن الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم، واحدة أخت لينا محترمة مشتركة على القناة كتبت لي تعليق على اللي هو الفيديو إزاي نربي أولادنا في غياب الأب. طبعا احنا اتكلمنا في الفيديو ده عن غياب الأب، سواء الأب ميت لا قدر الله، سواء الأب مثلا مسافر ربنا يديله الصحة يا رب ويطول في عمره ويرزقه يا رب، سواء الأب مطلق أو منفصل عن الزوجة أو الأم. فقلنا في كلتا الحالات إزاي نقدر نربي أولادنا. فهي كتبت له سؤال: أنا عندي ولدين تقريبا أو طفلين، يعني عمر 3 سنين و5 سنين، أبدأ معاهم منين وانا طالبه ضم ليهم من ابوهم، ومش عارفه ابدا معاهم ازاي او منين، واعرفهم ازاي باجزاء جسمهم والكلام ده كله. هل اقول اسم الجسم باسمه كده صريح، ولا اقول لهم ازاي اعرفهم بجسمهم ازاي وازاي يقدروا يحافظوا عليه؟ هو ده كان معنى الرساله بتاعتها، واحنا باذن الله هنرد عليها في الفيديو ده. طبعا الفيديو اللي فات اللي ما شافوش يشوفه لان هيستفاد جدا منه، وهنكمل عليه في الفيديو ده باذن الله. اول حاجه بقى، ده كلامي في الفيديو ده للاخت المنفصله عن زوجها او المنفصله عن ابو الاولاد، سواء بسبب او من غير سبب. هو ساعات بيحصل الطلاق لا قدر الله او الانفصال من غير اسباب، يعني هو كده زي شيطان كده سبحان الله، وبيجي والبيوت بتولع نار وخلاص بيحصل الانفصال، وبعد الانفصال بيرجعوا تاني يقولوا هو ايه كان السبب؟ محناش لاقيين سبب اساسي او سبب رئيسي الانفصال. فقدر الله ما شاء فعل، وخلاص الانفصال حصل، وهي طالبه ضم لاولادها الاتنين، واولادها الاتنين معاها او هي امه او هم هيجولها من مع ابوهم او عيله ابوهم، وعايزه تربيهم. فبتقول ابدا معاهم ازاي؟ اول حاجه في قواعد كده واساسيات انك تعمليها في البيت اللي هتربيهم فيها، سواء بيت والدك، بيت عيلتك، بيت اخوكي، بيت اختك، بيتك لوحدك، مأجرة بيت او شقة او ايا كان. اول حاجة اولادك دولت زي ما احنا قلنا لا من بعيد ولا من قريب تذكروا لهم سبب الانفصال او مساوئ ابوهم او عيوب ابوهم خالص نهائي. ايه يا ماما ايه اللي حصل؟ ما بعدت ليه عن بابا؟ او ما بقناش اسرة مع بعض ليه؟ او ايه السبب الطلاق؟ او ايه سبب الانفصال؟ او ايه سبب اللي احنا من غير اب؟ لان كل مدى الاولاد هيختلطوا باطفال زيهم في الحضانات، زيهم في الشارع، اولاد عمهم اولاد خالهم، فهيسمعوا كلام كتير وهيسمعوا كلام اكتر من العيلة نفسها. حط كده قواعد وأساسيات: ممنوع حد يتكلم عن أبو الأولاد أو سبب الانفصال أو سبب الطلاق أو أي مشاكل خاصة بيها قدام الأولاد نهائي، لا من بعيد ولا من قريب، ولا تلميح ولا تجريح ولا أسباب ولا ذكر أي حاجة، لا من بعيد زي ما أنا قلت ولا من قريب نهائي. لأن الأولاد بيتعقدوا وبيشتغلوا في نفسيتهم حتى لو مش مبينين، فبيحز في نفسيتهم جامد وبيتعبوا بعد كده بسبب الكلام اللي بيسمعوه بيخزنوه، حتى لو عاملين اللي هم مش فاهمينه بس بيفضلوا عاينينه هنا لحد ما يكبروا بيقعدوا يفكروا فيه. الأولاد اللي بيقعدوا يقول لهم مثلا أمال أنت باباك فين؟ أمال أنت مش عارفة إيه. هيشوفوا مثلا واحد باباه موصله المدرسة، واحد بابا مثلا عطوله حلويات حاجات وهو من غير اب، فكل ده بيأثر على نفسية الأولاد فيما بعد. فاحنا خلاص اخترنا الانفصال، فقدر الله ما شاء فعل. نبدأ كده مع الأولاد. ايه سبب الانفصال يا ماما؟ او ليه بابا مش معانا؟ اسباب يا حبيبي، وقدر الله ما شاء فعل. كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيقدرها، هي اللي مكتوبة وهي اللي بتحصل. طب بابا كان وحش يا ماما؟ لا، بابا زي الفل، بابا عسل، بابا جميل، بابا بيحبكم وهتروحوا له وهيجيلكم. عشان حتى اما الاولاد يروحوا له زيارة او هو يجي لهم زيارة ما ينقلوش صورة وحشة من كلامك عنه، ده ماما قالت عليك كذا، ده ماما قالت مش عارفه ايه، يبقوا مش حابينه، يبقى خايفين منه. حتى لو انت مش هتودوهم او هتمنعوهم اللي هم يزوروا ابوهم، او هترفضوا اللي هو يقابلهم او هم يقابلوه، بس
اخلقي لهم عذر مناسب. يعني مثلا معلش عشان النهارده مشغولين، معلش النهارده تعبانه مش هقدر اوصلكوا ليه، او مثلا ما فيش حد يقدر يوديكوا ليه، ما بابا اعتذر عن المقابله. يعني اي سبب بعيد اللي انا بقى اقول لهم لا انا مش عايزاكوا تقابلوه اساسا، انا مش عايزاكوا مش عارفه انا مش، وتجيبي بقى الاسباب والمشاكل دي. صدقيني هتأثر جدا جدا على نفسية الأولاد فيما بعد، حتى لو بيموتوا فيكي، حتى لو انت هتقولي أنا بعرفهم كده عشان يحبوني ويدوني الأمان ويعرفوا اللي أنا ضحيت بعمري ازاي وبشبابي والكلام ده كله، هيفضلوا فاكرين وهتأثر على نفسيتهم لو انت قدمت لهم تاني حاجة. يبقى ده أول حاجة. تاني حاجة، لو انت في بيت والدك أو والدتك أو في بيت أخوك أو في بيت أختك أو في بيت أي حد من قرايبك، امنعي نهائي ان حد يجرح لأولادك أو يبصلهم بصة وحشة. حتى لو أبوك، حتى لو أعز اللي غاليين عليكي كده، حتى لو هتقولي بضحك بهزار، محدش لا ينتقد أولادك ولا يبصلهم. أيوة يعلموهم في حدود الأدب، يا حبيبي كل كذا، يا حبيبي البس بطريقة كذا، ادخل مثلا غير هدومك عشان هدومك وسخة، ما تاكلش شيبسيات كتير عشان ما تتعبش، الكلام ده كله. لكن يا ابني كذا، ده انت مثلا مش عارفة ايه زي ابوك، ده انت ما انتش عارفة ايه شكل مش عارفة مين، ده انت ده شوف الواد بيبص ازاي زي بصة مين، شوف البت شكلها ازاي شكل اهل ابوها، لا شكل مش عارفة اهل. ما تجيبيش، ما تخليش حد ينتقد اولادك باي صيغة ايا كانت. زي ما انا قلت، نعلمهم الادب، نعلمهم الاخلاق، نعلمهم القيم، نعلمهم مهارات في حدود الادب. ما نجيبش مقارنات خالص. لما حد يجي يوجه لهم اي نقد سلبي تقولوا ستوب، خط احمر كده، اولادي ما تعداش على اولاد، لان ده هيأثر برضو في نفسية اولادك وهيحز فيهم جامد، والاولاد هيبقوا محتارين. طب اهل ماما بيعاملونا كده، طب ما احنا نروح لاهل بابا، هيلاقوا اهل بابا معاملهم معاملة تانية. فالاولاد هتلاقوهم محتارين ما بين الاتنين، هو مين اللي بيعاملنا حلو، هو مين اللي بيحبنا. واي حد هيقدم لهم كلمة حلوة بقى هيقولوا اي هو ده اللي بيحبنا والتاني بيكرهنا. فخلي المعاملة تبقى بالأدب والأخلاق للأولاد. الأولاد ملهمش ذنب في أي حاجة. لو أبوهم مولعين في بعض كده أو مقطعين بعض قبل الطلاق، فهو الأولاد ملهمش ذنب، الأولاد ملهمش ذنب في أي حاجة، فخرجوهم بعيد عن المشاكل النفسية اللي احنا فيها. تالت حاجة، لما تيجي تعامل أولادك ما تعاملهمش بحب مفرط أو بحماية زايدة أو بدلع مفرط أو بكرم زايد أو ببخل زايد. عامليهم بالوسط في كل حاجة. الوسط في كل حاجة هو ده التربية الإيجابية. يعني اللي أنا ما كنش مثلا أقول لا ده أنا عايزة أعوضهم اللي مثلا تحرموا فيه من مع أبوهم مثلا، أو خليني مثلا أبوهم وأمهم وجدهم وأختهم وبتاع وأخاف عليهم وأحبهم زيادة على اللزوم، كل لما مثلا حاجة تمشي في الشارع أقوم ملهوفة عليهم وأنادي وأصوت وتعالي يا حبيبي هنا، حسبي يا حبيبي مش عارفة لا ما تنزلش السلم هتقع تتكسر، لا ده انت اتعورت اهو، لا مش عارفه لا الكلام ده كله، الحمايه الزايده والخوف الزايد اللي انت حطاهم في حاجه وحبساهم كده وخايفه عليهم زياده، ده بتتقلب ضدهم فيما بعد. طيب الحاجه اللي مثلا انت مثلا تقعد تصرفي عليهم كتير، هو انا يعني مثلا بعوضهم ابوهم، هو انا هكون انا والايام عليهم، هو انا هكون انا والزمن عليهم. وتقعدي تديهم ببذخ بقى وصرفوا يا حبايبي وهاتوا اللي نفسكم فيه وعيشوا بحيث اللي هم يحبوك برضو. زي ما انا قلت، كل تفكيرك اللي هم يحبوكوا لانك تعوضوهم ايام ابوهم، او هم يعتبروك الاب والام وكل حاجه. هم عمرهم لو انت صرفت عليهم مال قارون، لو انت حبتهم حب ما فيش حد حبه لحد في الدنيا دي كلها، عمرهم ما بيحبوا حد غير لما بيحسوا الكلام ده. يعني خدي بالك، يعني ما تقوليش ان لو شديت عليهم وضربتهم او مثلا ربيتهم او حاجة هيكرهوني وهيخافوا مني، لا. كل حاجة زي ما انا قلت الاعتدال في كل حاجة، الوسطية في كل حاجة، تكون معتدل. غلطهم تعاقبيهم وتبقى حازمة معاهم، وفي نفس الوقت بعد العقاب والضرب تفهموهم عاقبتهم ليه وضربتهم ليه والتصرف ده غلط، وتطبطب عليهم وتاخدهم في حضنك لو هم خايفين. لو هم محتاجين حاجة ومش في إمكانك تجيبيها، خلاص يا حبايبي مش في إمكان الوقت أجيبها، لكن لما ربنا إن شاء الله يرزقني بأي فلوس أو يرزقني بأي حاجة بإذن الله هجيبها لكم. لو اجتهدتم مثلا أو كده وربنا بعت لي فلوس هجيبها لكم بدري عن الميعاد اللي انت محدداه أو حاجة. بصي يعني المهم مش كل حاجة يشاوروا عليها كده
تعيطي بقى وتقلبي البيت مناحة انك عايزة تديها لهم عشان تعوضيهم والكلام ده كله، وتقولي مفيش في اليد حيلة وانا اعمل ايه وانا والايام والكلام اللي احنا بنسمعه ده وبنغنيه كتير. فانت ايه، خليكي وسط في كل حاجة، خليكي حازمة معاهم، خليكي يعني بصي انت هتتعاقبي عقابين. عقاب انك اتحملت المسؤولية بتاعت الاولاد، ودي مسؤولية صعبة جدا جدا. طالما قدرتي تشتريها، يعني طالما اخترت انك تشتريها فلازم تبقى قدها ولازم تقدري تشتريها. طيب اشتلتيها بقى، العقاب التاني ليكي اللي تربيتك لاولادك كل اللي حواليك هيستناه. يعني كل اللي حواليك، سواء ابوك سواء امك سواء اخواتك سواء مرات اخوك سواء عمتك سواء خالتك سواء جارتك سواء جارة جوزك سواء جوزك سواء عيلة جوزك سواء اصحاب جوزك سواء اصحاب اولادك، كل الناس هتقف تبص او هتقعد حطاكي في دماغهم يبصوا يشوفوا تربيتك لاولادك هتبقى شكلها ايه. فانت اخترتي انك تشتغل المسؤولية، يبقى لازم تبقى قد المسؤولية، ولازم تكون تربيتك لاولادك تربية 100 100. محدش يلفظ لفظ وحش في تربيتك لاولادك. انا بشد عليهم وبرخي، انا بضربهم وبطبطب عليهم، انا بحبهم بس برضو بكون حازمة معاهم، او مثلا بسيب لهم حرية في حاجات معينة. انا مثلا بخليهم يختاروا حاجات وحاجات تانية انا اللي اقول لهم لا دي اللي صح. انا مثلا بديهم الحرية اللي هم ياخدوا قرار، وارجع تاني اعرفهم خطورة القرار ايه لو اخدوه، وهم يتحملوا مسؤوليته ماليش دعوة به. اكون كريمة معاهم في حاجات تانية، ابخل عليهم بيها عشان ما ضيعهمش من ايدي. كل الكلام ده لازم تعمليه وتفكري فيه مرة ومليون، وما يهمكيش بقى ولد عيط، بنت عيطت تقولي يا عيني ده نامت معيطة، ده انا خايفة ده يحصل لها حاجة، والكلام ده كله دي حيل اصلا من الاطفال بيعملوها عشان يضحكوا بقى علينا. اول ما يعيط ولا ياخد جنبه ولا يعمل ايده كده ولا يقف مبوز، تقوم انت كش على طول وتخافي وتقولوا هيكرهني، ممكن يهرب يروح لابوه، والكلام اللي احنا بنعمله ده والكلام ده احنا اللي بنوهمه لنفسنا وما بيحصلش اساسا. يبقى ده الحاجات دي انا مش عارفه ارقم لان انا بتكلم معاك كاخت ليا. فالحاجات دي هتعمليها. الحاجه اللي بعد كده طبعا القيم 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 زي ما انا قلت. تعلمهم الصلاة، تعلمهم الصدق، تعلمهم الأمانة، تعلمهم شيل المسؤولية، تحمل المسؤولية، تعلمهم العدل، تعلمهم الرحمة، تعلمهم كل الحاجات دي، تعلمها لهم. تعلمهم القرآن، تعلمهم الصيام، تعلمهم اللي هم ما يعلوش صوتهم، سواء قيم سواء أخلاقيات. انت ابدأ علمها لهم في السن ده. وزي ما انا قلت السن ده زي العجينة، نقدر نشكلها بمنتهى السهولة، واي حاجة احنا بنغرسها فيهم من الوقت ده هم خلاص بيحطوها في دماغهم وبيتقبلوها وبيكبروا عليها. يعني هم بيشبوا على الحاجة خلاص اللي اتربوا عليها. لكن لما يجي نقول هم صغيرين ونسيب لهم الحرية ولما يكبروا هنعدل لهم في الحاجات دي، للأسف ما عندناش هنعرف نعدل أي حاجة لما يكبروا، وهيعذبونا جدا لأن هم أصلا ما اكتسبوش القيم دي ولا عرفوها. فأهم حاجة القيم. وزي ما أنا قلت لو انتوا عودتوا أولادكم القيم والمبادئ والأخلاقيات دي، انت مش هتتعبي في تربيتهم فيما بعد. ليه؟ لأن هيكون مرجعيتهم لربنا سبحانه وتعالى والرسول. يعني الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى أمر بيها، لو احنا عملناها هنخاف من النار، هنخاف من العقاب، هنخاف من كذا، ماما هتزعل مننا، لا ده هيضرنا، لا مش عارفة ايه. فهيفكروا 1100 مرة قبل ما يعملوا الحاجة حتى لو في غيابك. ومش هيستنوك مثلا انك تكوني قاعدة عشان يعملوا الحاجة الصح ومن وراك يعملوا الحاجة الغلط، لا هم من نفسهم هيفكروا 1000 مرة قبل ما يعملوا الحاجة وهيشوفوا نتائجها ايه. الحاجة اللي بعد كده بقى زي ما احنا قلنا، اللي هو انت بتقولي ابدأ معاهم ازاي. زي ما انا قلت 3 سنين و5 سنين هتبدأ. طبعا 5 سنين ده هتبدأي تعلميه الحروف والارقام، لو هتوديه درس، لو هتوديه حضانة، لو هتوديه المدرس التأسيس، بحيث اللي هو هيدخل المدرسة بإذن الله السنة الجاية هيبقى في سنة أولى. فانت عوديه كده واشتغلي معاه 3 سنين، دربيها مهارات عامة زي مثلا الحيوانات، الطيور، جسم الإنسان، الحواس بتاعتنا،
الأعضاء بتاعتنا، وسائل المواصلات، الكائنات الحية والغير حية، عودها المهارات دي واشتغلي معاها قصص وحكايات والكلام ده كله بإذن الله، عشان تمهدها تقدر تمهدها للمرحلة الجاية اللي هي مرحلة المدرسة ومرحلة القراءة والكتابة والكلام ده كله. وينمى عضلات ايديها وعودوهم لو في بقى تقدري ماديا انك تشتركي لهم مثلا في رياضة معينة، زي مثلا للبنت مثلا جمباز مثلا والولد كاراتيه، او البنت سباحة مثلا والولد حاجة تانية. اي رياضة تقدري تشتركي لهم اشتركي لهم فيها. طيب ما قدرتيش تشتركي، خلاص زي ما انا قلت لك عوضوهم كل الوقت، اشغلوهم وقتهم برسم، بحكاية، شغلوهم معاكي في البيت. تعالوا نرتب بيتنا، تعالوا نرتب كذا، قربوهم منك اكتر بزياده باللي هم يساعدوكي في شغل البيت والكلام ده كله. اخرجوا معاهم، حاولي ترفهي عنهم في يوم كده يعني يوم عطله كده ليكي ساعه ساعتين، خدوهم وفسحيهم، خرجيهم. لو هتجيبوا لهم كوبايه عصير، لو هتجيبوا لهم اللي هي البيضه اللي هي كندر ولا مش عارفه اسمها ايه دي، ام 10 جنيه الفاضيه على الفاضي دي، بس هتفرحهم بيها. المهم هم لما هيلاقوكم خرجاهم عاملاهم هيتبسطوا. يعني يوم كده وعشرة لا، زي ما انا قلت لك ما تقفليش عليهم او ما تفتح لهمش الحبل على الغارب او. طيب الحاجة اللي بعد كده اللي هي في السؤال، اعرفهم جسمهم ازاي. طبعا بنعرفهم بداية من اللي هو 3 سنين ده خلاص يستوعب جسمه، ويستوعب اللي في حمام بيعمله، ويستوعب اللي في حاجات بتطلع له، او هو حاجات مختلفة عن اخته، او اخوه مختلف عن اخته، او الاخت مختلفة عن اخوها. فبنعرفها، اللي ما بنعرفهاش اسماء ولا اي حاجة، بنعرفها جسمك محدش يكشفه، لو هي بنت او بنوتة محدش يا حبيبتي يقرب لك لجسمك من المنطقة دي نهائي، ولا حد يغير لك بنطلونك، ولا تعملي حمام قدام حد، باب الحمام مقفول عليكي. ما تستعنيش بحد خالص غير اللي انا اقول لك مثلا مثلا يشوفك مثلا ننتها انتي، اكتر من كده ما فيش. وما تأمنيش لحد، ما تقوليش اصل مثلا خالها لا عمها لا جدها لا مش عارفه ايه. يعني قنن الموضوع ده شويه. يعني لو في اصعب الظروف عرفيها مين اللي يجي بعدك، اللي هو مثلا ممكن يغير لها، ممكن يعمل لها حاجه اللي هي 3 سنين دي، لانها تكون لسه صغيره برضو مش قادره تتحكم في نفسها. او لكن 5 سنين ده بدا يتحكم في نفسه وعرف ايه الصح وايه الغلط. محدش يشوف جسمه نهائي، برضو الجسم المنطقه دي عيب اللي حد يشوفها او حد يخبطنا عليها او حد يلمسها. بنفهمهم كده وبقصص وبحاجات جميلة، ممكن زي مسرح عرايس، او ايد مثلا خشب كده والمس واركب فيها ايد قفاص كده او جوانت، واقوم انا لامسه مثلا ايديه، اقول له ها هتعمل ايه لو حد عمل ايدك كده، هيقول ما عملش حاجه. طيب لو حد بسك من هنا عاد، طب لو حد بسك هنا لا لا ابعد عني. طيب لو حد مثلا حط ايده هنا كده لا ابعد عنه وصوت. طب لو حد حط ايده هنا لا ابعد عنه وصوت. واعرفهم كده بشكل يعني محترم ومؤدب، قصص، حكايات، فيديوهات تعليمية عن الأجزاء دي. وبس كده، ما لا تعرفوهم أسماء ولا تعرفوهم أي حاجة، بس انتي عرفوهم مين اللي يجي بعدك لو انت مش موجودة في البيت واحتاجوا حاجة أو اتزنقوا في حاجة. ما يقعدوش يعيطوا بقى ويستنوك لما تيجي ويحتاسوا. عرفيهم هم يعتمدوا على مين بعدك، يعني مين اللي انت تديله الأمانة بعدك، اللي هو جسم أولادك يتكشف عليهم. بس هو ده. يا رب أكون قدرت أفيدك، وربنا يهدي لك الحال يا رب يا حبيبة قلبي، ويبارك لك في أولادك يا رب، وتشوفوهم أسعد السعداء يا رب العالمين. وأشوفك على خير يا رب في فيديو قادم بإذن الله. وأتمنى أكون استفدتوا جميعا، وإلى اللقاء. باي.